ينفعش حد بيفكر يعمل عملية من عمليات السمنة غير لما يتفرج على الفيديو ده او يسمعه. بصوا يا جماعة، دايما المريض لما بيجي يتكلم او يجي يكشف، اول سؤال بيعمله او اول كلمة بيقولها: دكتور انا زهقت من الدايت او جربت دايت كتير وعايز بقى ايه اعمل الحل النهائي، اعمل العملية. او جملة تانية: اختار لي بقى عملية اللي انا مرجعش ازيد بعدها في الوزن ابدا. بصوا يا جماعة، الناس دي كلها بتفكر غلط، لانه الناس في تفكيرهم عايز يعمل عملية مثلا زي التكميم عشان ياكل قليل ويخس، بيخس ويرجع يتخن تاني. او ناس تانية مقتنعة انها عايزة تعمل عملية زي تحويل المسار، فياكل الحلويات ويشرب بيبسي ويعمل اللي هو عايزه ويخس، دول بيرجعوا يتخنوا تاني. طب الجملة الصح ايه؟ اعمل اي عملية، تكميم، ساسي، تحويل، مصغر، حلق، اعمل اللي انت عايزه. وتعلم حاجة مهمة جدا، انك لازم تغير العادات والسلوكيات بتاعتك عشان تخس. لما نيجي نتكلم على العادات والسلوكيات بالنسبة لعمليات السمنة، يعني اتعلم اكل ايه وامتى وازاي عشان افضل محافظ على العملية.